والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. طبعا كنا قد قلنا لكم أننا سنأتي يوم الاثنين لعمل المحاضرة الثالثة. بعدين تواصلوا معنا من الأكاديمية، قالوا إنه قد تمام قالوا إنه فرضت عليهم إجازة رسمية، تمام، ما يقدروش يسووا المحاضرة، قلنا لهم خلاص أبلغوا الطلاب أو المتدربين، بمعنى أصح المتدربين، إنه تؤجل إلى يوم الأربعاء. صلينا على رسول الله. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن كتابة الدعوة. وذكرنا أن الدعوة لها أجزاء. كل دعوة قضائية لها أجزاء. طبعا لما نقول لكم عن أجزاء الدعوة هذه الأجزاء مش فقط أجزاء للدعوة فقط، لا، أجزاء أيضا لطلبات الأوامر على عرائض، أجزاء أيضا لطلب أمر الأداء. يعني مش فقط الدعوة تتكون من هذه الأجزاء، حتى لو أنت بتكتب أمر أداء، طلب أمر أداء أو طلب أمر على عريضة، لابد ما تذكر أولا الديباجة التي هي البسملة والمحكمة المختصة، تمام. اللهم ستكتب لدى رئيس المحكمة، بعد ما تكتب محكمة غرب الأمانة لدى الأخ رئيس المحكمة، ثم ستكتب أسماء الأطراف، الدائن والمدين، المطلوب الطالب الأمر والمطلوب إصدار الأمر ضده، ثم ستكتب وقائع الطلب، ثم أسانيد الطلب، ثم الطلبات. تختلف صيغة الطلبات فقط ما بين الأمر على عريضة والدعوة أو ما بين أمر الأداء والدعوة. الاختلاف فقط هو في صيغة الطلبات النهائية التي تنتهي فيها المرافعة. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الدعوة لها أجزاء. أول أجزاء قلنا التي هي الديباجة، ثم الأطراف، ثم موضوع الدعوة، وبعد موضوع الدعوة ذكرنا أنه الجزء الرابع الذي هو وقائع الدعوة، وذكرنا كيف تدون وقائع الدعوة، وقلنا وقائع الدعوة تعني ذكر الأحداث التي حصلت والتي ولدت للمدعي الحق برفع الدعوة. وذكرنا أنه يبدأ أولا بذكر الواقع الأقدم ثم الواقع الأهم، يعني تبدأ بذكر الواقع الأقدم والتي هي مؤثرة في الدعوة. أيضا تركز على التسلسل والترتيب، على التركيز، على الاختصار غير المخل، على استخدام اللغة القانونية السليمة، حتى لو أنت بتستخدم حكمة أو بتستخدم بالشعر أو بتستخدم كذا، تمام، لا تجعل الصبغة الأدبية تطغى على الصبغة القانونية. أيضا بعد الوقائع يأتي معنا الأسباب والأسانيد. الأسباب والأسانيد يا إخوة، مثل ما القاضي عندما يصدر حكم يلزم بتسبيب حكمه، يقول بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعي رد بكذا كذا، تمام، وحيث تبين أن الدين مثلا ثابت بموجب شهادة الشهود فلان وفلان، وتبين أن المدعى عليه تمام لم يقدم ما يدحض هذا الدين، القاضي يسبب للحكم حقه، بحيث أن المطلع لما يأتي يطلع على الحكم القضائي، يعرف ما هي الأسباب التي استند لها القاضي في إصدار حكمه، الأسباب والأسانيد في الدعوة هي مشروع حيثيات الحكم الذي تطلب من المحكمة أن تصدره، فيجب عليك أن تضع للقاضي الأسباب، يجب أن تساعد القاضي وتكتب له أسباب في الدعوة، تكتب له أسباب الحكم الذي تريد إصداره.
تسبب للحكم، تعمل مشروع حيثيات للقاضي، يعني وكانك تقول يا قاضي هذه مشروع حيثيات الحكم الذي أطلب منك أن تصدره لمصلحتي أو لمصلحة موكلي. تقول استنادا إلى نص المادة كذا كذا والتي نصت بالقول، واستنادا إلى القاعدة التي تقول أن العقد شريعة المتعاقدين، وحيث أن الثابت أن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته العقدية ولم يفي بالتزاماته ولم يفي بالثمن، وهو ما جعلنا نتقدم إلى المحكمة بطلب فسخ المبيع كذا، تمام. وفي دعوى الشفعة مثلا حيث كان الثابت أنه قد تحقق للمدعي سبب من أسباب الشفعة وهو الخلط على الشيوع في أصل العين، وهذا السبب من الأسباب التي أعدها المشرع يعني تعطي الحق لمن امتلكها في طلب الشفعة، تمام. وحيث امتلك المدعي السبب الذي موجب به يطلب الشفعة، تمام، وطلبها خلال المدة القانونية وبادر على الفور إلى طلب الشفعة الرضائية إلا أن المدعى عليه رفض، تمام. هذه أسباب للقاضي، هذه أسباب للقاضي، سواء كانت أسباب واقعية أو كانت نصوص قانونية أو نصوص قانونية. فأنت عندما تسبب أو تقول الأسباب والأسانيد تضعها للقاضي كمشروع حيثيات للحكم الذي تريد من القاضي أن يصدره. ثم بعد الأسباب والأسانيد تأتي الطلبات، تأتي الطلبات، وهذا الجزء الأهم في الدعوة. الطلبات، الطلبات أكثر الدعاوى، أكثر الناس يشارعوا أكثر من مرة في المحكمة بسبب أنهم قصروا في الدعوة التي رفعت ابتداء أمام المحكمة، قصروا في الدعوة التي رفعت ابتداء أمام المحكمة. يطلع له حكم ابتدائي وحكم استئنافي وحكم عليا، وبعدين يجي له مرحلة التنفيذ يقولوا له لا والله ما نقدر ننفذ لك هذا الحكم. على سبيل المثال الذي يرفع دعوى اجلس يا ولدي لا تشتغل يلا اجلس اجلس على الكرسي. خذ عمو ايمن ها روح عنده. على سبيل المثال الدعوة باستحقاق الشفعة، الدعوة باستحقاق الشفعة، الدعوة باستحقاق الشفعة. خذ هذا الكرسي اللي عندك يا أيمن، يلا تمام روح هنا. الدعوة باستحقاق الشفعة يعمل يرفع يكتب دعوة من 10 صفحات، يكتب دعوة من 10 صفحات، وفعل لا نهاية الدعوة قال نطلب من المحكمة: 1 قبول الدعوة شكلا، 2 الحكم باستحقاق المدعي للشفعة، 3 الحكم للمدعي بالمخاسر والأغرام. خلاص صلى الله وبارك. والمحكمة تيجي تشوف خلاص حكمت له باستحقاق للشفعة، تمام، حكمت له بالمخاسر والأغرام، عمل مرحلة التنفيذ، يشتي يرفع يد المدعي عليه، يشتي من المدعي عليه تسليم البصائر حقه، يشتي تعطيل البصائر. يا أخي الحكم ما قضاش برفع يده، والمحكمة لا تحكم بما لم يطلبه الخصوم. تمام، الآن رجع شارع من جديد، يرفع دعوة جديدة اطلب فيها رفع يده عن العقار، تمام، واطلب فيها إلزامه بتسليم المحررات التي لديه، واطلب فيها تعطيل المحررات التي لديه، تمام. أما أنت الدعوة الأولى طلبت الحكم باستحقاقك للشفعة، حكمنا باستحقاقك للشفعة فعلا، أنت ثبت إنه سبب الشفعة امتلكته، وثبت إنك تستحق الشفعة، خلاص حكمنا على مثل ما أردت. لكن تشتي القاضي تكتب لك وكيل يحكم بهذا ما طلبتهاش أنت، لا مش منطق هذا، تمام. القاضي يحكم بقدر الطلبات التي طلبتها. لذلك كانت طلبات الدعوة هي الجزء الأهم، الجزء الأهم في كتابة الدعوة. أنا أمس نزلت مقال حول قواعد كتابة الطلبات في الدعوة، حول قواعد كتابة الطلبات في الدعوة. طبعا هذه مجموعة من القواعد. أول قاعدة من قواعد كتابة الطلبات هي أن تكون الطلبات واضحة وضوح الشمس. إذا طلبت الشفعة في عين قول أطلب من المحكمة الحكم لي بلا 1 استحقاق الشفعة في العين الفلانية المبينة أوصافها في الدعوة أو في وقائع الدعوة، تمام. تسمي العين التي تطلب، لأنه أحيانا أقول لكم على أرض الواقع، والله على أرض الواقع أجد دعوة يسمي العين
في وقائع الدعوة بعدة مسميات. يقول في تاريخ كذا كذا اشترى المدعى عليه مساحة كذا كذا في الموضع المسمى كذا كذا، وهذا الموضع أيضا يسمى كذا كذا، أو المعروف بكذا كذا، ويفعل الطلبات. فهمتنا كيف؟ ويديني ويختار واحد من الأسماء. لا، أنا مانيش داري بالمنطق حق الحكم، أي الاسم أعتمد لك. اختار الاسم الذي تشتينا أعتمده أنت. لا تقول للقاضي اختار لي أنت. تمام؟ أنت في الطلبات قول أطلب من المحكمة الحكم اللي باستحقاق الشفعة في العين المسمى كذا كذا، المبينة أوصافها ومساحتها في وقائع الدعوة. الطلبات يجب أن تكون واضحة، سواء من حيث مسمى المدعى به، أو من حيث مقداره، أو يعني أحيانا يجي واحد يرفع دعوى دين، تمام؟ ويأتي ويقول بتاريخ كذا كذا استلف مني فلان مبلغ كيت، بتاريخ كذا كذا أضفت له مبلغ كيت، بتاريخ كذا كذا رجع لي مبلغ كيت. تمام؟ دخلك بعملية حسابية طويلة عريضة. فهمتنا كيف؟ وقال يقول لك في نهاية الطلبات أطلب من المحكمة إلزام المدعي بتسليم بقية الدين الذي عنده. كم بقية الدين الذي عنده؟ طلع لي خلاصة، اديله خلاصة. القاضي مش يقوم يمسك الحسابة ويرجع يحسب لك. تمام؟ بعد ما تحدد له أنت رقم، حدد له أنت الرقم أولا، والقاضي بعدين يتحقق من الرقم، دوره يتحقق. إذا اضطر القاضي لإجراء عملية حسابية دوره يتحقق إنه هذا الرقم صحيح أو مبالغ فيه. تمام؟ طبعا إذا طلع الرقم صحيح والدعوة ثابتة حكم لك القاضي. إذا طلع الرقم مبالغ فيه القاضي ما يحكم لك بهذا الرقم، يحكم بما ثبت عنده. إذا طلع الرقم أقل مما تستحق أنت، ثبت إنه الباقي لك 10 مليون لكن أنت طلبت 6 مليون، القاضي يحكم لك 6 مليون. القاضي يحكم لك ب6 مليون، ما يحكم لك بأكثر. لا يحكم لك بأكثر، لأن القاضي مقيد في منطق حكمه أولا ألا يقضي بما لم يطلبه الخصوم، والشيء الثاني ألا يقضي بأكثر مما طلبه الخصوم، لكن مسموح له يقضي بأقل مما طلب الخصوم. مسموح. أيوة، لأنه لا يخرج عن نطاق الدعوة. أما الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يطلبه الخصوم، تمام، هذا خروج من القاضي عن نطاق الدعوة. فالقاعدة الأولى من قواعد كتابة الطلبات أن تكون الطلبات واضحة، لا غلوط فيها، أن تكون الطلبات واضحة. نعم، نأتي إلى أن تكون جازمة. القاعدة الثانية من قواعد كتابة الطلبات أن تكون الطلبات موضوعية انتهائية. اطلب الطلب الموضوعي النهائي، لا تجي تقول في الدعوة وعليه نطلب من المحكمة ونقبل الدعوة شكرا، ثانيا إلزام المدعى عليه بالحضور للرد على الدعوة. هذا مش شغله، هذا عمل القاضي. أو نطلب من المحكمة إتاحة الفرصة لنا بإثبات الدعوة، هذا القاضي بيقرره من تلقاء نفسه لما تصل الدعوة إلى مرحلة الإثبات. أنت شغلتنا ورفعت دعوة من 10 صفحات، أيش الذي تشتيه؟ اعطينا المختصر المفيد في الطلبات. أيش الذي تشتيه بالنهاية؟ لا تجي تطلب لي طلبات إجرائية. تمام، اطلب الطلبات الموضوعية النهائية التي تريدها أن تكون منطوق لحكم. مثلما قلنا أن الأسباب والأسانيد هي حيثيات، هي مشروع حيثيات الحكم، فإن طلبات الدعوة هي مشروع منطوق الحكم. اطلب الطلبات التي تريدها أن تكون منطوق للحكم. إذن القاعدة الثانية من قواعد الطلبات ألا تكون الطلبات طلبات إجرائية، وإنما يجب أن تكون الطلبات الموضوعية النهائية التي يريد المدعي أن تكون هي منطوق الحكم. القاعدة الثالثة من قواعد كتابة من قواعد كتابة الطلبات في الدعوة هي أن تكون الطلبات حاسمة وليست تخييرية. لا يديني طلبات تخييرية. تمام، يعني مثلا واحد يرفع دعوى فسخ مبيع ويطلب في نهاية الدعوة الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم بقية الثمن أو فسخ المبيع إذا لم يسلم بقية الثمن. هذا طلب تخييري. لا، حدد لي أحد الطلبين، اختار واحد من الاثنين، يا تطلب تسليم بقية الثمن يا تطلب الفسخ. تمام، أما كيف تخير القاضي؟ تمام، القاضي ما يختار. القاضي بيختار لك حاجة، عدم قبول الدعوة شكلها، هذا اللي بيختاره لك، لأنك جيت عادك أنت نفسك
ما انتش داري ايش تطلب. انت نفسك عارف ما انتش داري ايش اللي تطلب. وفي مثل هذه الحالات يتعين على المدعي ان يطلب الطلب الذي يجنبه من الاضطرار الى تعديل موضوع الدعوى بطلب عارض خلال اجراءات الخصومه. يعني مثلا على سبيل المثال اذا طلب المدعي في هذه الدعوه التي ضربنا بها مثال لكم، دعوى فسخ البيع، طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن. الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن. وخلال الإجراءات تبين له إنه المدعى عليه ما هوش ناوي يسلم الثمن وعاجز، وأصبح يريد الفسخ. هنا يضطر المدعي أن يقدم طلب عارض بتعديل موضوع الدعوى من تسليم الثمن إلى طلب الفسخ، إلى طلب الفسخ. وهذا يحتاج له إجراءات جديدة وترسيم وكذا، تمام. فيضطر المدعي أن يقدم طلب عارض بإجراءات جديدة. لكن إذا طلب الفسخ، إذا بدأ من الأول يطلب الطلب الأعلى، السقف الأعلى، بدأ طلب الفسخ، نطلب من المحكمة الحكم فسخ المبيع، وخلال الإجراءات تبين له أن المدعى عليه مستعد يسلم بقية الثمن. هنا لا يحتاج طلب عارض لكي يعدل الطلب حقه من الفسخ، يقول ان القاضي خلاص يسلم الثمن لا عندك ولا تنازل عن الدعوى، صلى الله وبارك. فهمتنا كيف؟ فلا يضطر الى انه يعدل موضوع الدعوى من دعوى بالفسخ الى دعوى تسليم ثمن، لا. يا قاضي اذا كان قادر بامكان ان يتقدم بطلب اصلي بالفسخ ويضمن الدعوى مثل الطلبات الاحتياطيه بتسليم الثمن. بقول لك حاجه، دوما الطلب، هناك ناس كثير يكتبوا الطلب الاصلي والطلب الاحتياطي. الطلب الاصلي والطلب الاحتياطي. الطلب الاصلي والطلب الاحتياطي يا اخوه يجب ان تاخذوا بعين الاعتبار، انه لما يكون في طلب اصلي وطلب احتياطي يجب انه الطلبين الا يتناقضا فيما بينهما. فيعني مثلا الطلب الاصلي اطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، هذا طلب اصلي. والطلب الاحتياطي اطلب الحكم برفض الدعوى موضوعا، هذا لا تناقض بينهم. مثل ما انا اقدم مرافعه فيها عريضه دفع اصلي وفيها عريضه رد احتياطي. افعل الطلب الاصلي اننا اطلب من المحكمه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، والطلب الاحتياطي الحكم برفضها موضوعا. لكن عندما تضع طلب اصلي، لانه شوف انت عندما تطلب الفسخ وبصفه احتياطيه تطلب تسليم الثمن، طلب تسليم الثمن يعني انك لست متمسك بالفسخ. لكن اترك ما قال القاضي لو رفض الفسخ وحكم بتسليم الثمن، بقيه الثمن هذا لا يعتبر حكم بما لم يطلبه الخصوم، لان القانون اعطى للقاضي ان يقضي برفض الفسخ والزام المتعاقد بتسليم بقيه الثمن اذا تبين له ان ما لم يقم بتنفيذه هو جزء تافه او جزء بسيط فقط من الالتزام. يعني انت جيت تطلب الفسخ بعت ب 200 مليون، باقي لك عند الرجل 10 مليون، قد دفع لك 190 مليون، قد دفع لك 190 مليون، باقي لك 10 مليون. جيت رفعت امام القاضي دعوى بفسخ عقد البيع لانه لم يسلم بقيه الثمن 10 مليون. القاضي قال شاف الدعوى انه الرجال قد سلم 190 مليون، ما باقي الا 10 مليون. فهمت؟ جزء بسيط. فهمتنا كيف؟ حتى وان لم تطلب من القاضي الزام المدعى عليه بتسليم بقيه الثمن، القاضي اول حاجه هنا بيحكم برفض الفسخ. اول حاجه انه الجزء الذي طبعا القاضي في قبل ان يحكم يجب عليه ان يناقش المدعى عليه عن اسباب عدم تسليم بقيه الثمن، وهل هو مستعد لتسليم بقيه الثمن او ليس مستعد لتسليم بقيه الثمن. فاذا تبين القاضي وفقا لظروف ما الظروف والملابسات التي تتبين للقاضي بعد مناقشه المدعى عليه، تمام، يحكم برفض الفسخ او بإرجاع ما يساوي إذا تبين له أن المدعى عليه ليس قادر، يعني فلس. فهمتنا كيف؟ فلس، إنه ما عاد قادر يدفع بقية المبلغ، يحكم القاضي لأنه مستحيل، تمام، يجي يقضي بفسخ عقد، تمام، قد نفذ 95% منه والمتأخر منه 5%، تمام، وتبين له إنه فلس، لا، بالإمكان والقاضي أيضا يقيسها من كل الزوايا، ما هو الضرر الذي سيلحق بالمدعي وما هو الضرر الذي سيلحق بالمدعى عليه. القاضي مش هناك كرتون فقط جالس على الكرسي، لا، معنى انه لا يقضي ما لم يطلبه الخصوم او لا يقضي اكثر مما طلبه الخصوم هذا لا يعني انه صنم على الكرسي، لا، القاضي يتقيد
في حدود ما طلبه الخصوم المدعي والمدعى عليه، ويجتهد في حدود ما طلبوه لتحقيق العدالة للقضاء بما يحقق العدالة فيما بين المدعي والمدعى عليه بحدود ما طلبوا، بحدود ما طلبوا. يعني سلطة تقديرية. نعم سلطة تقديرية لقاضي الموضوع. لذلك الطلبات يجب ألا تتصادم فيما بينها، لأن الطلب الاحتياطي بتسليم الثمن يعني أنك لست جاد ومتمسك بطلب الفسخ، لست جاد ولا متمسك بطلب الفسخ. هذه القاعدة الثالثة التي هي قلنا أن تكون الطلبات حاسمة، أن تكون الطلبات حاسمة. القاعدة الرابعة أن تكون الطلبات في الدعوة جازمة، أن تكون الطلبات في الدعوة جازمة. يعني ايش معنى جازمة؟ لا تأتي معلقة على شرط، لا تطرح لي طلب معلق على شرط. يعني مثلا أجيت تطلب، رفعت دعوة شفعة وأنت عادك ما أنتش عارف بكم المبيع، وخايف إن المشتري يظهر يقول المبيع يساوي 10 مليون، إنهم عملوا 8 صور بالبصيرة 10 مليون، بينما المبيع ما يساويش 4 مليون. تمام، وأنت قدك متوقس وكذا، وتجي ترفع دعوة شفعة، أنا أطلب الشفعة، وتعمل الطلبات تقول أطلب من المحكمة الحكم لي بالشفعة بشرط ألا يزيد الثمن على 4 مليون. هذا مش شغلك أنت، هذا مش شغلك، لا تطرح للقاضي شروط. من طلب الشفعة معناته انه مستعد يدفع الثمن. اذا ادعى انه الثمن صوري هذا الذي في البصيرة، المحكمة بتحقق بانتقاء نفسها. المحكمة بتحقق، اما تيجي قدك تتنبأ من الان. تمام، متى ما طلعت البصيرة وشفنا كم الثمن الذي اشتراه به، بعدين قل يا قاضي هذا الثمن صوري وانا مستعد اثبت انه هذا الثمن صوري لحرماني من الشفعة. اما تيجي تقول اطلب الحكم لي بالشفعة بشرط الا يزيد الثمن على 4 مليون، لا، القاضي هذا لا تطرح له شروط، القاضي بيحكم لك بعدم قبول الدعوة شكلا، لأنك لست جاد في طلب الشفعة. اطرح دعوة الشفعة حقك دون شروط، ومتى ما طلعت البصائر وعرفنا كم ثمن العين المشفوعة، بعدين لكل حديث يدفع إنه هذا الثمن صوري، وإنه أنا لا أستطيع وأنا أستطيع أثبت أن هذا الثمن صوري والعين تم بيعها بثمن أقل من هذا الثمن، والقاضي يقول لك اثبت إنه هذا الثمن صوري. تمام، وبعدين بيحكم لك بما ثبت عنده بموجب الثمن الذي ثبت لديه. القاعدة الخامسة من قواعد كتابة الطلب، ما لكم مطننين هكذا؟ ما لكم مطننين؟ القاعدة الخامسة من قواعد كتابة الطلبات، أنتم تكتبوه، تركزوا على هذا الكلام، لأن أنا ما مش طلبكم تقولوا شو نكتب؟ صار من الوقت. كل شيء مسجل. تمام. القاعدة الخامسة من قواعد كتابة الطلبات وهي البدء بالطلب الأهم. البدء بالطلب الأهم. تمام، ثم تتسلسل بعد ذلك الطلبات الفرعية والثانوية من بعدها. يعني مثلا أن ترفع دعوى فسخ عقد زواج، عنوان الدعوى دعوى فسخ عقد زواج. إذن هذا يفترض أنه أول طلب من الطلبات أن المدعية تطلب الحكم فسخ عقد زواجها. تمام؟ هي فعلت موضوع الدعوى دعوى فسخ عقد زواج، والحكم للمدعية بحضانة أطفالها، والحكم لها بالحقوق التي لها مثل المدعى عليه مثلا. خلاص، الجوهر الخط الرئيسي للدعوة ما هو؟ الفسخ. الخط الرئيسي للدعوة الفسخ. إذن أول طلب يجب أن يكون الفسخ. أول طلب يجب أن يكون هو طلب الحكم بالفسخ. الطلب الذي يليه طلب الحضانة مباشرة. طلب الحكم لها بالحضانة، لأنه لا تستطيع أن تقدم طلب الحكم لها بالحضانة وعاد العلاقة الزوجية ما انتهاش. لا، أول تنتهي العلاقة الزوجية، بعد ما تنتهي العلاقة الزوجية تطلب المدعية تقرير حقها بحضانة أطفالها. تمام؟ مباشرة بعد تقرير حقها بالحضانة تأتي إلى طلب نفقات العدة ونفقات الأطفال. تمام؟ أو نفقات العدة وأجرة الحضانة. نفقات العدة وأجرة الحضانة. بعدها تأتي إلى إلزام المدعى عليه بتسليم نفقات أطفالها للفترة المستقبلية. كثير يا أخوة نحصل أسئلة كثير يعاد هذا السؤال ويتكرر. المحكمة كيف تقدر النفقة؟ وإن خرجنا عن الموضوع قليلا. المحكمة يا إخوة ما بغش معيار محدد لتحديد النفقة إلا 3 مسائل أو مسألتين معنى أدق. مسألتين تستخدمهم المحكمة
لتحديد مقدار النفقة التي تلزم على المدعى عليه. المعيار الزاوية الأولى التي تنظر لها المحكمة مقدار الدخل الشهري الذي يحقق المدعى عليه. مقدار الدخل الشهري الذي يحقق المدعى عليه. كم يدخل المدعى عليه في الشهر؟ يدخل المدعى عليه مثلا هو موظف في الطيران ويستلم في الشهر مليون أو مليون ونص. فهمت أنا كيف؟ إذا هنا المحكمة هذه زاوية. الزاوية الثانية التي تنظرها المحكمة زاوية احتياجات طالب النفقة. زاوية احتياجات طالب النفقة. مثلا النفقة مقررة للأولاد. النفقة مقررة للأولاد. الأولاد هذم أين يدرسوا؟ بصف كم يدرس؟ كم عمره؟ إيش يحتاج في الدراسة؟ إيش يحتاج تمام خلال الشهر من احتياجات خاصة. تمام. تنظر لهذه الزاوية وتقدر النفقة بناء على هذه الزاويتين. الزاوية الثالثة التي ممكن أن تنظر لها المحكمة الالتزامات التي تقع على المدعى عليها الأخرى. يعني أحيانا المدعى عليه يكون متزوج 2 زوجات. تمام. فترفع إحدى الزوجات دعوة بالنفقة أو كذا. تمام. أو إنه ملتزم بنفقات والديه. تمام. مع أسرة متكفل بنفقاتها. المحكمة تراعي أيضا هذه الزاوية. لذلك طبيعي أن تجد أحيانا القاضي يأمر بنفقة طفل 100,000 ريال. بنفقة طفل يأمر بنفقته 100,000 ريال في الشهر، ونفقة طفل آخر في قضية أخرى يأمر بنفقته ب10,000 ريال. يأمر بنفقته 10,000 ريال. ليش؟ لأنه هذا الذي أمر بنفقته هناك 100,000 ريال أبوه استلم راتب 1,000,000 ريال. أبوه استلم 1,000,000 ريال. تمام. أيوة. يعني هذا ربما يدرس الآن في مدرسة خاصة، والمدرسة الخاصة هذه لها تكاليف كيف، وربما يعيش يعني في تمام. بينما هذا الذي أمرت له المحكمة بنفقة في الشهر 10,000 ريال أبوه يستلم في الشهر راتب 100,000. أبوه يستلم في الشهر راتب 100,000. فحكمت له، قررت له المحكمة نفقة بمقدار دخل أبيه وبمقدار الالتزامات التي على أبيه وبمقدار ما يحتاجه الطفل أو الزوجة من احتياجات. نعود إلى موضوعنا وقلنا موضوع ترتيب الطلبات تبدأ بالطلب الأهم ثم الطلبات الأخرى الفرعية الثانوية. القاعدة السادسة أو الخامسة؟ السادسة. القاعدة السادسة ألا تتناقض الطلبات فيما بينها. ألا تتناقض الطلبات فيما بينها، لأنه تناقض الطلبات يعني إنك بتصل إلى منطوق حكم متناقض. بتصل القاضي قد يصدقك، القاضي قد يصدقك ويمشي بعدك. تمام. ويصنف لك كل الطلبات حقك اللي في الدعوة. تمام. تبقى تقول أوه على الدافع لو كنت قد زدت طلبت حق فلان. تمام. يجب أن تكون الطلبات منسجمة مع بعضها ومنسجمة أيضا مع موضوع الدعوة. وعلى سبيل المثال واحد يجي يرفع دعوة شبعة ويضع من ضمن الطلبات حقه الحكم له أولا بملكيته لسبب الشفعة. عاد ينازع بملكية سبب الشفعة. جاي يرفع دعوة شبعة على أساس إنه خليط في أصل العين، وتبين إنه عاد ما هوش خليط، عاد يدعي الخلطة في أصل العين. وطلب إنه أول طلب وضعه مثلا الحكم له بملكية سبب الشفعة، ووضع الطلب الثاني الحكم له باستحقاق الشفعة. لا، دعوة الشفعة لا تدخل في نزاع حول الملك أبدا. يا إما يكون ملكك واضح والقاضي يحكم لك إذا ثبت سبب الشفعة، أما إذا كنت عادك تنازع في الملك، عادك تثبت ملكيتك، فلا ترفع دعوة شفعة. القاعدة السابعة بعد ذلك وهي اختصار الطلبات، اختصار غير مخل، بحيث انك ما تكرر الدعوة مرة ثانية تمام. يعني مثلا تقول ولذلك نطلب من المحكمة الآتي: 1. الحكم بفسخ عقد نكاح المدعية لثبوت تمرد المدعى عليه عن النفقة، وقد أكدنا ذلك للمحكمة أن المدعى عليه ممتنع عن النفقة من بداية عام 2020 حتى نهاية عام 2024. تمام. وغائب ورافض، وقد بينا كل ذلك. المهم تعمل بالطلب 10 أسطر. هذه دعوة جديد. لا تكرر الكلام الذي أعطته بالوقائع. اعطينا الطلب النهائي الذي تريده أنت أن يكون منطوق حكم. القاعدة الثامنة من قواعد الطلبات
القاعدة الثامنة من قواعد الطلبات، وهي أن تكون الطلبات شاملة لكل نقاط المنازعة، لكل نقاط النزاع، لكل نقاط. على سبيل المثال مثلا أنا ضربت لكم في المحاضرة الأولى على قصة الاثنين الشركاء في محل الصرافة، والذي غير الديكور وعمل له سندات وكذا، وبعدين اضطر انه يصير يرفع دعوى. أول طلب حيكون دعوة بفض الشراكة. ثاني طلب بيكون الطلب بإلغاء السندات التي لديه، سندات الدين المحررة لديه. ثالث طلب إلزامه بتسليم إيجارات المحل المتأخر. رابع طلب إلزامه بتسليم رسوم تجديد الترخيص حق محل الصرافة. رابع طلب إلزامه بتسليم كل الأرباح التي يستحقها المدعي عن الفترة الماضية. تمام. سادس طلب إلزامه بالتعويض. هكذا الطلبات تكون شاملة لكل نقاط النزاع، شاملة لكل نقاط النزاع. تيجي تطلب فسخ عقد الشراكة وبعدين يتبين إنه فسخوا لك عقد الشراكة. أكل مؤجر غلق المحل قال أنا ورفع عليك دعوة لا عدم الشركة عشان أطلب إلزامه بتسليم الإيجارات المتأخرة. لا، هذا ما تمام. ضروري أن تكون مثل ما ضربت لكم في بداية المحاضرة حول الذي طلب الحكم له باستحقاق الشفعة. الحكم له باستحقاق الشفعة يعمل له مرحلة التنفيذ، يقولون له ما نعمل له، حكم له باستحقاق الشفعة خلاص. لا، يرفعوا يد الغريب من العرض، يلزموه وسلم بصائره. يا أخي الحكم ما حكم لك بهذا الشيء، هذا حكم تقريري، هذا حكم تقريري. الحكم لا حكم بإلزامه بتسليم بصائر، ولا حكم بإلزامه برفع يده، ولا حكم. والله يا إخوة إنه في إحدى القضايا يتشارعوا 10 سنوات، 10 سنوات، وبالنهاية المنفذ ضده قدم منازعة تنفيذية عندي إنه الحكم حكم تقريري وليس حكم إلزامي. أجيت أطلع على الحكم، والقضاة السلف قد نزلوا في إجراءات كذا، أجيت أطلع على الحكم حكم تقريري. قررت قبول استشكاله شكلا موضوعا، وإلزام طالب التنفيذ يروح يرفع دعوة جديدة. أنا ما شاقي معك، يعني إذا أنا ما أحمش ذمتي لأنه أنا كقاضي تنفيذ أتقيد ما في الحكم، تيجي تقول القضاء فاسد، القضاء قد حكم واضح. يا أخي أنا ما أحمل ذمتي، أنا كقاضي تنفيذ مقيد بما جاء في منطوق الحكم. كان أسير بإجراء التنفيذ خارج منطوق الحكم، هذا معناته أن أنا قد جاملتك، هذا معناته أن أنا قد اقتربت وكيل لك، وهذا معناته أن أنا ما عدناش قاضي. لا، أنا يا أخي ما أحمل ذمتي، أنا مقيد بما في منطوق الحكم. يا تجيب لي حكم واضح صريح وأنا أنفذه لك مثل ما تشتي، أما تدي لي حكم تقريري وتقول لي نفذه، لا. تمام. 10 سنوات يتشارعوا، 10. تمام. والسبب التقصير في الطلبات، التقصير في الطلبات. هو قال يقول لك القضاء فاسد، القضاء مدري ماله، القضاء كذا. لا والله القضاء ما هو فاسد، الفاسد اللي كتب الدعوة، الفاسد الذي كتب الدعوة. تمام، هو الفاسد. أنا كقاضي وانقلوا هذا الكلام للناس، انقلوا هذا الكلام للناس. القاضي لا يمكن أن يقترب وكيل أبدا، حتى شمول الحكم بالنفاذ المعدل ما يحكم به إلا إذا طلبته، ما يقترب لك وكيل. تقول يا قاضي توفرت حالة من حالة شمول، أنا ما أعمل لك، أقترب لك أنا وكيل. شيء يروح الطرف الثاني يطعن بالحكم ولا يقدم شكوى ولا يرفع دعوى مخاصمة بيقول حكم بالنفاذ المعدل دون أن يطلب منه، وهذا ما عندهوش قاضي، هذا قد وكيل. تمام. أنا ما أجي أعلمك. تمام. يا إما تكتب كل الطلبات. لذلك يا إخوة يجي يطلب الحكم باستحقاق الشفعة، الحكم للقاضي باستحقاق الشفعة. لا طلب إلزام المدعي عليه بتسليم البصائر، ولا طلب الحكم بتعطيل البصائر، ولا طلب إلزام المدعي عليه برفع يده عن العين المشفوعة. تمام. وقال عندي لعن قاضي التنفيذ يستحلم قاضي التنفيذ، يستحلم قاضي التنفيذ. فإذا لم تكن الطلبات شاملة لكل النزاع، الذي سيتعب بالنهاية هو المدعي، الذي سيتعب بالنهاية هو المدعي. بيروح لعند قاضي التنفيذ ويتفاجأ إنه الحكم حقه غير صالح للتنفيذ، ويتفاجأ إنه الحكم حقه غير صالح للتنفيذ. لذلك عندما تكتب طلبات الدعوة ضع أمامك قاضي التنفيذ، ضع أمامك قاضي التنفيذ. إيش بيقول لك قاضي التنفيذ عندما تروح تنفذ عنده الحكم؟ ضع أمامك كذا، تخيل قاضي التنفيذ أمامك بالصورة. تمام. إيش بيقول لك لما تروح تنفذ الحكم؟ بيقول لك هذا حكم تقريري ولا حكم يتنفذ. صيغ الطلبات بالطريقة التي قاضي التنفيذ ما يقدر يردك من عنده. فعندما تكتب طلبات الدعوة ضع نصب عينيك إنه هذه الطلبات هي ستكون منطوق الحكم، ومنطوق الحكم هذا هو الذي يتحول عند قاضي التنفيذ، هو الذي يتحول إلى قاضي التنفيذ ليقوم بتنفيذها على أرض الواقع. هذه أهم القواعد التي تتعلق
بصياغة الطلبات القضائية في الدعوة القضائية عندما ترفع أمام المحكمة. الجزء الأخير من عريضة الدعوة وهو تذييل الدعوة باسم المدعي أو محاميه، تمام، والتوقيع على صحيفة الدعوة، التوقيع على صحيفة الدعوة. أحيانا المدعي يبذل، شوف أنت لما تكتبوا دعوة حاولوا يا شباب، الأخوات اللي بالأخير الأخوات، أنت عندما تكتب الدعوة ضع في حسبانك ما هي الدفوع التي ستواجه بها هذه الدعوة. ضع نفسك موضع المدعى عليه، ضع نفسك موضع المدعى عليه. مثل يا أخي، مثل تمثيل، تمام، مثل تمثيل إنك أنت المدعى عليه، تمام. المحامي بالذات، المحامي يضع نفسه موضع محامي المدعى عليه. بيأتي يدفع بعدم قبول الدعوة لأنه لم يحدد مقدار المدعى به. بيأتي يدفع بعدم قبول الدعوة شكلا لأنه لم يحدد سبب الملكية. بيأتي يدفع بعدم قبول الدعوة لأنه لم يبين متى تاريخ الغصب. بيأتي يدفع بعدم قبول الدعوة، تمام، لأنه لم يبين سند الوكالة ولا تاريخ الوكالة. بيأتي يدفع. إذا أنت لما تضع نفسك موضع المدعى عليه وتقوم باستيفاء كل هذه البيانات، أنت تختصر على موكلك مراحل طويلة من الدفوع. تختصر، لا تخلي الموضوع مجرد كلمة. بعض الناس يجي يكتب دعوة، يجي لك الساعة 8 بالليل يطرح لك نزاع جديد، تمام، وش ترفع الدعوة بكرة؟ تمام، المكلف تقول له تمام، هذه دعوة بتبنى عليها نزاع سنوات، تمام، لا تمكنهاش كلفتها. قل له يا خبير اسمع، أنت تشارك دعوة مثل ما الناس ولا تشارك كلفتها، تمام، يعني لا تقول لكم 10 ولا 50 ولا 100 3، تمام، شو دعوة مثل ما الناس، تمام، فعل لك دعوة مثل ما الناس. أما الكلفتة هذه بطل لك من الكلفتة، تمام، لأنه الدعوة هذه بالنهاية قد، وتخيل إنك ترفع الدعوة هذه، تكتب له الدعوة خلال ساعة وترفعها اليوم التالي وتتقيد تترسم، وبعدين يجي لك المدعي عليه يدفع لك الدفع الأول بعدم قبولها شكلا، والقاضي يعطي لك فرصة وتفعل لك الدرس الثاني وأنت ما استوفيتش، والقاضي يقرر لك حكم بعدم قبول الدعوة شكلا، طرحت الدعوة جو. هذا بحقك العدل، لأنه القاضي ما يعطيش إلا فرصة واحدة لتصحيح الدعوة شكلا، استيفاء بيانات معينة، تمام. إذا جاءت الفرصة ولم يقم بالاستيفاء، المحكمة قالت تقضي المحكمة انتقال نفسها بعدم قبول الدعوة شكلا إذا عجز المدعي عن تصحيح الإجراء الباطل أو استيفاء البيان الناقص. المحكمة تقضي مباشرة بعدم قبول الدعوة شكلا. هذا العقل حقك. لو كنك يرجع من الحين تكتب دعوة مثل ما الناس ويرجع مع دعوة جديدة ورسم الجديد، تمام، العقل ما عليكم منه، الاستعجال ما عليكم منه. الدعوة ضع نفسك دائما في موضوع المدعى عليه عندما تكتب. الدعوة تذيل في النهاية باسم المدعي وتوقيعه أو اسم وكيل المدعي وتوقيعه، والإشارة إلى سند التوكيل. لأنه في إشكاليات كثيرة. أحيانا المدعين يبقوا 10 وهؤلاء المدعين 10 الوكيل عنهم واحد من بينهم، المدعي الأول، تمام، يجي يفعل لك في الدعوة بعد ما يكمل يقول المدعي فلان ابن فلان عنه وعن بقية المدعي وقع، تمام. لما يجي المدعى عليه يستلم صورة الدعوة، يرد عليها أول حاجة بالدفع قبل، يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم على طول، هكذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لم يبين من وقع على الدعوة صفته على ال9 الآخرين. قال إنه وكيل، أين الوكالة؟ كم تاريخها؟ من كاتبها؟ تمام. والمفترض وهذا يؤخر الجلستين حتى يكايد، حتى لو صورة الوكالة عنده، يستغل إنك لم تبين تاريخ الوكالة ولا كاتبها ولا مضمونها هناك عند التوقيع، تمام، ويقول لك والتي لم ترفق لنا صورة منها، رغم إنه معه صورة منها، رغم إنه استلم، بس هكذا لأنك قصرت أنت في كتابة تاريخها وكاتبها عند التوقيع. عند التوقيع، عند توقيعك على الدعوة، الوكيل عن بقية المدعين بحسب الوكالة المحررة بخط فلان المؤرخة كذا المرفق صورة منها. هذا يكفي قاضي الإشارة إليها في الوقائع. فهمتنا كيف؟ ممكن إنك تشير لها في الوقائع أيضا، أو في المقدمة. نعم في المقدمة يجي يقول المدعي عنه بالوكالة، لكن علشان القاضي ما يختلطش يعمل له الصفة عند التوقيع، لأنه التوقيع القاضي دائما يجي يشوف الدعوة، تمام، لما تطرح له الاسم المحامي احيانا القاضي ما يقرا اسماء المدعين الاول هكذا، ما فهمتنا كيف يقرا اسماء، ما يقدر يدقق له، لكن لو يرجع للصفحه الاخيره ينظر من هو الموقع على الدعوه، تمام. هذه اهم اجزاء
الدعوة، أهم أجزاء الدعوة. طبعا صياغة الطلبات تختلف في الدعوة القضائية عن الأمر على عريضة، عن أمر الأداء، كيف تصاغ طلبات أمر الأداء؟ كيف تصيغ طلبات أمر الأداء؟ من قد قدم طلب أمر أداء؟ من قد قدم طلب أمر أداء؟ أين القلم؟ ادوا لنا قلم يا أخوة، يا اللي في الأخير. سير ادي قلم من عند الإدارة. القلم حق السبورة كله. طلبات أمر الأداء. أول أمر على عريضة، كيف يصاغ الطلب؟ ما تجيش طلب أمر الأداء الأمر على عريضة، ما يجيش طلبات مثل الدعوة. لا، ما يجيش طلبات مثل الدعوة. نطلب واحد، هذا قد دعوة قد تشجعه. تمام، لا، صيغة طلب الأمر على عريضة. طبعا الأمر على عريضة وطلب أمر الأداء، الديباجة، الأطراف، الوقائع، الأسباب والأسانيد كلها واحدة. كلها يعني طلب أمر الأداء وطلب الأمر على عريضة يتكونوا من نفس الأجزاء التي تتكون منها الدعوة. طبعا يا شباب في نقطة مهمة غفلت عنها أذكرها لكم في المحاضرة السابقة. في بيانات الأطراف تحديد موطن المدعى عليه ومحل إقامته. طبعا هذا بالذات هذا البيان لا تجيش تقول محل إقامته شارع هائل. الشارع هائل، شارع هائل يمتد من الزبيري لا. اديني بيان اقدر على ضوءه، ما احتاج لك تتصل لك اني اسكن، اروح على ضوءه مباشره لا عنده اعلنه. اديني بيان، قل لي جوار مدرسه اروى، جوار جامع معاذ، جوار تمام. اديني بيان مقابل مستشفى كذا كذا. تيجي تقول لي انه محل اقامته شارع هائل، اين ادور لك انا في شارع هائل؟ تمام، يعني وبعض 90% من الدعاوى هكذا تجي. تمام، محل اقامته شارع الزبيري. طيب يا اخي على الاقل قل لي قبلي ولا جنوبي علشان اعرف الاختصاص. هل هو يتبع محكمة غرب ولا يتبع محكمة جنوب غرب؟ لا تقصروا، يا اما تكتبوا دعوة مثل ما الناس. تمام، الدعوة اعرفوا ان الدعوة هي اساس الحكم. طلب الامر على عريضة ما يجيش، لذلك نطلب من المحكمة قبول الطلب شكلا. 2 لا، لذلك نطلب من المحكمة على طول هكذا الطلبة نطلب من المحكمة إصدار أمر على هذه العريضة. تمام، بإلزام فلان بتسليم النفقات، تمام، المستحقة لأطفاله، تمام، المستقبلية، يعني هكذا المستقبلية مبلغ كذا كذا شهرا، مبلغ كذا كذا شهريا. تمام، والسلام عليكم. بس والسلام عليكم. هكذا، لأن القاضي يقول بعد الاطلاع على الطلب تأمر محكمة كذا كذا فلان ابن فلان. تمام، أيوة، بناء على العريضة. وكذلك في أمر الأداء لما تطلب أمر أداء تقول لذلك نطلب من المحكمة الآتي: إصدار أمر على هذه العريضة بإلزام فلان ابن فلان بأداء مبلغ كيت المذكور في وقائع الطلب. تمام، ممكن تضيف بدون ما تعمله في فقرة ثانية. تمام، مع شمول الأمر بالنفاذ المعقد. بس تمام، لأن طلبات الأمر على العريضة وطلبات أمر الأداء لا تفتتح بها خصومة. تمام، القاضي يطلع إذا توفرت الأسباب والأسانيد يصدر الأمر حقه بمضمون الطلب حقك الذي ولا الأدنى. لا تجيش تعملها كأنها فقرات. تمام، حكم يعني كأنها طلبات دعوة. لا، صحيح إنه الأمر على عريضة وأمر الأداء يتكون من نفس الأجزاء التي تتكون منها الدعوة، إلا أن صياغة الطلبات تختلف عن صياغة طلبات الدعوة. فطلب الأمر على عريضة يكون مباشرة، نطلب من المحكمة إصدار أمر على العريضة ضد فلان فلان. طيب لماذا لم يقول غير مقبول شكلا؟ ما هو؟ مثلا إصدار أمر على عريضة قد خصصت من المادة 263 إلى 267 قانون المراجعات. القاضي إذا الشكلية هنا في الموضوع الشكلي. نعم، القاضي إذا تبين له أن الطلب مقبول شكلا
اصدر الامر حتى وان لم تطلب في البدايه قبول الطلب شكلا. يعني مش ايوه فهمتنا كيف؟ القاضي بعض الناس يفعل في الدعوه، طبعا الدعوه الرئيسيه الطبيعي انك تطلب على الحكم بقبولها شكلا في اول طلب، لكن بالمرافعات حقك اللاحقه بعد ما تكون المحكمه قد رفضت الدفوع الشكليه وقد خاضت بالادله وتجي تقدم رد على شهادات على شهود المدعى عليه وتعمل في نهايه الرد حقك، ولذلك تطلب من المحكمه الحكم الاتي: اولا قبول الدعوه شكلا، ثانيا رفض ما قدمه المدعى عليه. تمام يا اخي خلاص هنا ما عاد فيش مساله شكل، المحكمه قد رفضت الدفوع الشكليه في مرحله سابقه وقدها تخوض في الموضوع. فبالنسبه لطلب الامر على عريضه وامر الاداء، القاضي اذا تبين له انه غير مقبول شكلا يؤشر عليه يقول ايش الناقص مثلا، من دون ما يقيده يقول يعاد الطلب الى مقدمه لاستيفاء التكليف بالوفاء وارفاق صوره من الوكاله وارفاق اصل سند الدين. رجعوا او يرد الدعوه. تمام ايوه، هذا يعني يعتبر عدم قبول شكلي اداري وليس قضائي، اداري، لانه لا يصدر بقرار وانما اعادوا الى مقدم الطلب لاستيفاء بعض البيانات. واذا تبين للقاضي ان الدين محل الطلب لا تتوفر فيه شروط استصدار امر الاداء قد يعيد ارجاع اداري، يقول له لا ارفع دعوه. فهمتنا كيف؟ بينما القانون اوجب على القاضي ان يؤشر على الطلب وان يقيده ويحدد موعد لنظره كدعوه. الطلب نفسه ما يرفع دعوه جديده، تحول بإجراء دعوة، يتحول إجراء دعوة. الطلب نفسه يكون موضوعه طلب أمر أداء وهو قد أمر القاضي بقيده كدعوة وينظر كدعوة، ما يقول له لا ما قيد لك شو سير ارفع دعوة جديدة. هذا غلط. النص القانوني واضح. قال إذا تبين للقاضي عدم تحقق شروط إصدار الأمر الأداء يحدد موعد لنظر الطلب كدعوة. الطلب نفسه بس يا قاضي يجب بس يا قاضي إعادة صياغته من جديد كدعوة. لا لأن شكون طلب استصدار امر اداء معين بسندين مثلا على سبيل القاضي بعدين بعد ما يقيد كدعوة من حقه انه المدعي ان يضيف اي طلبات. طلبات عارضه يعني. ايوه من حقه ان يقدم اي طلبات. يعني وسبب نشأة. لانه شوف الرفض الشكلي هذا الاداري تمام يشعر الناس احيانا بالظلم. فهمتنا كيف؟ لكن المشرع حتى في القانون المصري ركزوا في القانون المصري اعتبر طلب اصدار امر الاداء بمثابه دعوه بصحه الحجز. اذا سبقها اصدار امر حجز لا ترفع دعوه صحه حجز. طلع لك امر حجز تحفظي وقدمت طلب امر اداء خلال مده 8 ايام، خلاص هذا الطلب حقك يعتبر وكانه دعوه صحه حجز. هذا الطلب حقك وكانه يعتبر دعوه صحه حجز. هكذا القانون المصري نص في قانون المرافعات المصري. لكن عندنا لا، كل حاجه تحتاج لها روتين، كل حاجه يعني بالبساطه يجي يقول لك روح تمام يطلع لك اطراف حاجه تمام، يقول لك طيب يا اخي خلاص القانون قال لك قيدها لي كدعوه، انا علشان اتاكد انك ناوي تنظر في الطلب حقي ما مش تدور عذر، اتاكد لانه انا ادعيت مبلغ دين تمام، ادعيت مبلغ دين، تجي تقول لي ارفع دعوه مدري ما هو، طيب مبلغ الدين حقيقه محدد بالطلب والسند مبين في الطلب. فهمتنا كيف؟ يعني لا تتحدرناش، وري لي الجديه عندك انك ناوي تنظر في الطلب حقي، قيدوا لي كدعوه يلا. فالقانون اوجب انه يقيد الطلب. اذا رجعتم الى نص الماده 265 و266 وما بعدها من قانون المرافعات اليمني ستجدوا ان النصوص القانونيه اوجبت على القاضي ان يقيد الطلب نفسه ويامر باعلان المدعى عليه الذي قدم ضده الطلب بعريضه الطلب نفسه. تمام ايوه، يامر على اساس انها دعوه. بعد هذا ناتي الى اجراءات رفع الدعوه. طبعا يا اخوه اجراءات رفع الدعوه اجراءات عاديه واعتقد اننا قد شرحتها لكم من سابق. اجراءات رفع الدعوه بعد ان تكتب بس عمرهم ما بيعملوا لنا هكذا. لانه ويقولوا يلا صيغيها دعوه ورديها وقيديها. القانون واضح، ارجعوا للنصوص. فاهمين يا قاضي، بس رؤساء المحاكم ما بيفعلوا لنا الشكل. والله انه بعض رؤساء المحاكم، وانا اتمنى انه تقصوا هذا مقطع الفيديو وتنشروه، بعض رؤساء المحاكم انه الدين يتوفر فيه كل اسباب اصدار امر الاداء ويرفض اصدار امر الاداء، لا ادري لماذا. واحيانا نحس انه عشان الرسوم. يهتموا بالايراد.
احيانا عسى الإيرادات يا قاضي. يهتموا بالإيرادات الرسوم. يا اخي ايش من ايرادات ما تدخلش جيب القاضي؟ أنا عارف. يا اخي انا انظر الى ما يوفر على المواطن هذا، اذا ثبت لي انه صاحب حق منه توفرت كل الشروط عيب، يعني اولا من باب العيب. مخالفة للقانون هو تمام. مخالفة صريحة. ان شاء الله يكون مليار. تمام، توفرت شروط امر الاداء بسند مكتوب. لا بعضهم لا يقول لك انا اشتي سند، لا السند يكون موقع مختوم بختم رسمي بجهه رسميه لدى قلم التوثيق، لدى قلم العقاري، لدى السجل العقاري، باقي يقول لك لدى رئاسه الجمهوريه. فهمتنا كيف؟ معلومة القادر المحقق. يا اخي النص القانوني قال اذا كان ثابت بالكتابه، ما ابقى لك تشتي حكم. يعني ما باقي لك تقول لي ادي لي حكم علشان اعمل لك امر اداء. الكتابة محدد المقدار. ثابت بالكتابه، المدين موقع عليه يطلع امر اداء، محدد المقدار، حال الاداء، عملت له تكليف بالوفاء، يطلع امر اداء، يطلع امر اداء. وعدم اصدار امر اداء يعتبر جريمه انكار للعداله. يعتبر جريمه انكار للعداله، اذا تحققت كل الشروط. ايش الذي يكثر بالقضايا في المحاكم؟ الشكليه تحقق قضاء. يجي واحد يشتكي بمبلغ 30,000 قال له قدم طلب امر اداء، يا اخي تستدعيه 30,000 تمام، استدعي الغريب اعمل له عسكري تمام، وانا مش عايز حق العسكري، يروح يجيبه تمام وشوفه تمام، وتجي تقدم دعوى باطرف حاجه انه بسطه ولا بشيء، يقول لك رفعت شكوى، يقول لك لا ارفع لي دعوى، ارفع لي دعوى تمام، وقيدوها في سجلات واعلانات، وبعدين يجي يصيح القاضي معه 600 دعوى، القاضي يعطي 600. طيب قول له الذي كثرهن انت الذي كثرتهن، كل حاجه تشالها دعوى، كل شيء تشتي له دعوى، كل شيء اصبحوا في المحاكم كل حاجه يشتوا لها دعوى. يعني في اشياء بسيطه احيانا بين الورثه، والله يا اخوه انه دعوى القسمه المفروض لا تنظر دعوى. اننا الان اتبع في المحكمه عندي اي واحد يجي من الورثه يقدم لي دعوى قسمه، احوله على قلم التوثيق لاستدعاء جميع الورثه والزامهم باختيار قسام، ومن تمرق ولا تعرض يرفع بول عندي وانا اضبطه واحبسه مش على مزاجه. ليش تشارعوا؟ تمام، يجي يقول لك ارفع دعوه، خصوصا لما تكون المدعيه مرأة تمام، ما بوش معين حتى حق تكاليف الوصول للمحكمه بعد 10 سنين 5 سنين تمام. ليش يكلفها يا اخي برفع دعوه في مع قلم التوثيق؟ اعطي الصلاحيه لقلم التوثيق، قلم التوثيق قد حرص على كل شيء. فهمت؟ اعطي صلاحيه، استدعي الورثه عنده والذي يتمرد اضبطه. يجي يقول لك لا بيننا قانون، المحامي حق الغريب يجي يقول لك لا بيننا قانون، قانون لا في الدعاوى التي تستحق انها ترفع، اما عندي هذا في دعوى الميراث ما استحق، هذا في آيات قرآنية ما مش على مزاجك. انت اذا معك دعوى استحقاق بجزء من التركه تعال ارفعها لي، لكن لا نقلب الموازين، لا نقلب الموازين. ما يدعي استحقاق جزء من التركه هو من يجب عليه ان يرفع الدعوى، هو من يجب عليه. اما اللي يطالب بقسمه المفروض انه ما يرفع دعوى، اللي يطالب بقسمه المفترض انه ما يطالب دعوى، يقدم بس القاضي طلب انه توفي مورثنا بتاريخ كذا بيان بالتركه ويرفق له صوره حكم الحصار الوراثه، والقاضي يمشي بالاجراءات مباشره يامر قلم التوثيق باستدعاء الورثه، يضبط يزر الذي ما يرضيش يمشي للطريق، لانه هذه الشكليات هي الذي تخلي الخصوم يلعبوا ويطولوا بالاجراءات. فرحين بالشكليات يفرحوا ويقول لك نحن نرجع لنا 10 سنوات. طيب انتم اللي تدوروا البعاسس هذه، انتم تدوروا، ما مش واحد هكذا يجي يدخل لي الموضوع مباشره. مثلا لو الدائن استصدر امر اداء وراح قدم دعوى حجز وراح دفع برضه رفع دعوى بصحه الحجز. طيب المدينه قد ظلم من امر الاداء والتغى امر الاداء، ايش مصير دعوى صحه الحجز؟ دعوى صحه الحجز يجب ان يقدم طلب عارض بتعديل موضوعها من دعوى صحه حجز الى دعوى صحه حجز واثبات الحق. إذا ما تم تعديله تمام يرتفع الحجز. إذا أكيد، لأنه دعوى صحة الحجز الحين الخلاف بيننا وبين القانون المصري. القانون المصري في حالات يعتبر دعوى صحة الحجز إجرائية فقط، ويعتبر في حالة دعوى صحة الحجز موضوعية تستهدف الحكم بإثبات الحق. نحن عندنا في كل الحالات حتى لو معك حكم ابتدائي، حكم ابتدائي تمام، يقول لك وحجزت بعد صدور الحكم الابتدائي ارفع دعوى بصحة الحجز. ليش يا أخي؟ القانون المصري لا. ايوه القانون المصري لا، القانون المصري يقول اذا معك حكم ابتدائي صدر حكم بصحه الحجز خلاص. فهمتنا كيف؟ ما عاد ترفع دعوى بصحه الحجز. تمام، ما عاد ترفع دعوى بصحه الحجز. فموضوع دعوى صحه الحجز عندنا برجع انا ارسل لكم. بس يا ماضي اذا مستند دعوى صحه الحجز تم الغاء امر تمام، اصبحنا بالحق الموضوعي. هل له دين؟ قد يلغى امر الاداء لانه
لا تتوفر شروط. التغى امر الاداء. طيب قد يلتغي لانه المحكمه غير مختصه. قد يلتغي لانه لا تتوفر شروط الدين الذي يصدر به امر الاداء، لكن هذا لا يعني انه ما لي حق عندك. فانا استطيع بدعوى صحه الحجز اجعلها دعوى المطالبه بالحق، دعوى موضوعيه للمطالبه بالدين الذي كان في امر الاداء. هي دعوى صحة الحجز. لانه قد يلغى امر الاداء لسبب اجرائي، مش معناته انه ما لي حق عندك. ها هي دعوى صحة الحجز بدل الاثبات يعني والجدية. ننتقل الى اجراءات رفع الدعوى. اجراءات رفع الدعوى بعد ان تقدم، بعد ان تكتب الدعوى وترفق فيها المرفقات، يتم تقديمها الى رئيس المحكمه. رئيس المحكمه عاده يقوم بالتحقق من الدعوى، والتحقق من استيفاء بياناتها تمام ومرفقاتها اللازمه، وبعد ذلك يقوم بإحالتها، واحيانا قد يحيلها على رئيس القلم لفحصها واستيفاء ما يلزم فيها. وقد ياخذها مع بريد الى البيت، القاضي قد ياخذها مع بريد الى البيت يطالعها ويأمر بعد ذلك بقيدها. اولا يؤشر عليها بترسيمها، تدفع الرسوم، هناك تحول الى الصندوق لدفع الرسوم ويتم قطع سند الرسوم ويرفق بصحيفه الدعوى، وبعد ذلك تحول الى قلم كتاب المحكمه. قلم كتاب هذا معناته مجموعه من الموظفين يشتغلون على السجلات وهو قسم من اقسام المحكمه. واحد يقيد الدعاوى، واحد يكتب الاعلانات، واحد يقيد الصادر والوارد، واحد يقيد في كذا يعني. نعم. وقلم الكتاب هنا يصل الملف الى مسؤول او رئيس القلم او المسؤول على سجل الدعاوى في السجل العام، يقيد الدعوى بيوم وتاريخ ورودها باسم المدعي واسم المدعى عليه وموضوع الدعوى وتاريخ الورود، حتى في خانه لسند الرسوم في الصفحه نفسها، ويعطى للدعوى الرقم نفسه، رقم الصفحه. هو دفتر يجي مرقم، دفتر يجي مرقم من 1 إلى 100 او الى 200 تقريبا او الى اكثر الى 1000 تمام، يترقم. احيانا يعني تصل الدعوه رقم 100 يقيد تاريخ ورودها وكذا، واعطى لها الرقم وضعها في الملف وكتب الرقم على الملف انها قيدت في السجل بتاريخ كذا و تمام باسم المدعي والمدعى عليه، يدونهم على رقم الملف. طبعا هذا السجل في نهايه السنه يجب ان يغلق، في نهايه السنه حتى لو كنت عادك ما كتبت فيه ولا 10 صفحات تمام، يجب ان يغلق يا بتاريخ كذا كذا تم اغلاق هذا السجل تمام عند الرقم كذا، عند الرقم 100 تمام، ويوقع هذا السجل من عند رئيس القلم ومن عند رئيس المحكمة ويختمه بختم المحكمة، ثم يفتتح سجل جديد في بداية السنة الجديدة. الدعاوى التي تبدأ من جديد تأتي تعطى لها أرقام جديدة. الدعوة رقم 1 لسنة 1446، الدعوة رقم 2 لسنة 1446، الدعوة رقم 3 لسنة 1446، تقيد بحسب التسلسل. بعد ذلك السجل العام تخرج منه الدعاوى تتوزع إلى أقسام المحكمة، قسم شخصي، قسم مدني، قسم شخصي، قسم مدني. الدعوة التي تتقيد في السجل العام برقم 10 قد تتقيد في السجل النوعي الشخصي برقم 1. يعني هي الدعوة رقم 10 التي قدمت أمام المحكمة، هي الدعوة رقم 10 التي قدمت أمام المحكمة باعتبارها في السجل العام، لكن هي أول دعوة شخصية، هي أول دعوة شخصية رفعت في هذا العام، وهكذا. وبعد أن تقيد في السجل يحرر الإعلان للمدعى عليه للحضور إلى قلم الكتاب للرد على الدعوى، ويرفق بالإعلان صورة الدعوى ويسلم الإعلان لصاحب الشأن مع مرفقاته، ويروح صاحب الشأن. إجراءات الإعلان هذه عادة تشتي لها محاضرة أخرى. طبعا كان من ضمن محاور الدورة يا إخوة، من ضمن محاور الدورة بعض الدعاوى المستعجلة مثل دعوى إثبات الحالة ودعوى سماع الشاهد، دعوى سماع الشاهد. طبعا بتحصل المسميات موجودة في قانون المرافعات، ولكن لا يوجد لها أي تنظيم قانوني، لا يوجد لها أي تنظيم قانوني. على سبيل المثال دعوى سماع الشاهد في القانون المصري ستجد أنها منظمة في قانون الإثبات المصري من نص المادة 95 إلى نص المادة 98 أو 99. حدد ما هي دعوى سماع الشاهد وما هي شروطها وكيف تنظر دعوى سماع الشاهد وما هي الإجراءات التي يتبعها القاضي في دعوى سماع الشاهد إلى أن يتم سماع الشاهد. لكن في القانون اليمني لا، قال تعتبر من الدعوى المستعجلة دعوى سماع شاهد. طيب يا أخي ما هي إجراءاتها؟ أي حين يرفعها؟ كيف ينظرها القاضي؟ ولا أي حاجة. تمام، مسميات هكذا. صفات الشاهد المراد سماعه. نعم. لذلك عليكم أن تركزوا في دعوى سماع الشاهد. عندنا مسكوا مسميات ورقموا يا رجل. عندنا في أحد الأحكام ما نشيش نقول في أحد الأحكام الصادرة من المحكمة العليا اعتبروا حكم انحصار الوراثة حكم إثبات حالة.
تمام؟ اعتبروه حكم إثبات على حالة وأنه من الأحكام المستعجلة، وهذه كارثة قضائية. هذه كارثة قضائية أن يتم اعتبار الحكم بانحصار الوراثة. يا أخي يعني خلاص ما عم بوش. طيب يا أخي أحد الورثة كان يا أخي في الصومال، كان في أثيوبيا، تمام؟ الأب سافر الصومال ولا أثيوبيا، تزوج هناك بواحدة حبشية، تمام؟ خلف 2 أولاد هناك، بعدين رجع اليمن ما كلم أهله إنه تزوج، ما كلم أهله، تمام؟ مات باليمن، طلعوا له الورثة حقه الذي باليمن حكم انحصار الوراثة، وتقاسموا. بعد 10 سنوات جاءوا الورثة حق أولاده حق أثيوبيا، تمام؟ قالوا إحنا أخوانكم، إحنا هذا أبونا، تمام؟ نشتي نصيبنا الشرعي منه. يقول لك إحنا قد معنا حكم انحصار الوراثة، يقوم يصير يطعن بحكم انحصار الوراثة، يقول له لا هذا حكم قد تحصل من الطعن لأنه إثبات حالة، يعني رجع حرمانه من الوراثة الشرعية، تمام؟ أمر قانوني، حرمان وارث، تمام؟ ايش من اثبات حاله؟ حكم انحصار الوراثه شهاده تقبل الطعن بالتزوير في اي وقت، تقبل الطعن بالتزوير والبطلان في اي وقت تقبل، سواء امام النيابه العامه بدعوى جنائيه او امام قاضي الموضوع الذي ينظر دعوى القسمه، الذي من حق هذا الوارث الذي جاء من اثيوبيا ان يرفع دعوى امام القاضي بقسمه مخلف فلان وفلان حتى لو ما معه حكم انحصار الوراثه، يجي الطرف الثاني يطلع حكم انحصار الوراثه، انا من حقي اطعن بهذا الحكم امام قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى حقي، واقول هذا الحكم باطل وانا معي ادله ان انا ابن فلان ابن فلان، واجيب عقد الزواج واجيب شهاده الميلاد واجيب البطايق الشخصيه واقول انا ابن عن ابنه، والقاضي الموضوع يلغي حكم انحصار الوراثه. لا يقول لك سيطعن بالاستئناف، ايش من كلام فارغ هذا؟ هي شهاده، حكم انحصار الوراثة شهادة، لا يطعن به استئناف ولا يطعن به عليا، يطعن به أمام قاضي الموضوع، يطعن به أمام قاضي الموضوع. ف دعوى سماع الشاهد يا إخوة، القانون المصري نظم إجراءاتها. أولا عندنا في اليمن يجي يرفع دعوى بسماع شاهد لأنه مسافر، يقول لك يا قاضي عند الجلسة حقي محددة في تاريخ 30 من الشهر الجاي، والشاهد حقي بيسافر، والشاهد حقي بيسافر، قال يقدم لك دعوى مستعجلة بسماع شهادة الشاهد. أولا دعوى سماع شهادة الشاهد كدعوى مستعجلة لا تقبل إذا كانت هناك قد وجدت دعوى منظورة أمام المحكمة، لا تقبل، لأنه دعوى سماع شهادة الشاهد لا تنظر إلا بشأن نزاع من المحتمل أن يثار أمام القضاء، من المحتمل، عدم من المحتمل أن يثار أمام القضاء. يعني الذي يطلب سماع الشاهد يقول أنا أطلب سماع الشاهد لأن أنا بعد شهر برفع دعوة، تمام؟ وأطلب والشاهد هذا يعني مريض وأخشى على حياته من الموت، تمام؟ هنا المحكمة تسير بإجراء. الشيء الثاني إنه دعوى سماع الشاهد لا يكون إلا في القضايا المدنية، لا يكون في القضايا الجنائية، لا يكون في القضايا الإدارية، لا يكون في القضاء، يكون في القضاء المدني، تجاري أو مدني أو القضاء الشخصي، قضاء الأحوال الشخصية. نحن ذكرنا في الدورة السابقة ما هو القضاء المدني والقضاء، يعني عندما ذكرنا جهات القضاء. فإذا كان في قضاء جنائي أو في قضاء إداري أو لا تقبل دعوى سماع شهادة الشاهد. الشيء الثالث لا تجي تعذر لي إنه الشاهد بيسافر، ما يقبل، تمام؟ دعوى سماع شهادة الشاهد حتى لو الشاهد مسافر سفر بعيد. هناك قواعد للإنابة القضائية بسماع الشهود بعد أن ترفع الدعوة، هناك قواعد للإنابة القضائية بعد أن يتم رفع الدعوة. المحكمة هذه تنيب المحكمة الثانية للقيام بسماع شهادة الشاهد، أيضا الشرط الرابع أن توجد حالة الضرورة والاستعجال، مثل ما ذكرنا أن يكون الشاهد مريض مرض الموت. يعني حتى القضاء المصري صدرت منه أحكام لا تقبل أو لا تسمع الدعوة بسماع شهادة الشاهد كدعوة مستعجلة إلا في حالة أن يكون الشاهد مريض مرض يخشى عليه من الموت، أما المسافر أو أنه كذا لا، هذه في لها قواعد وإجراءات أخرى. عندنا أي دعوة يجي يقول لك الجلسة قد رفع دعوة، قد الدعوة حق منظور، يجي يرفع لك دعوة بسماع شاهد، بصورة مستعجلة، تمام؟ ويصيروا بسماع الشاهد. أيضا الإجراءات التي تنظر بها دعوة سماع الشاهد، يا إخوة، إجراءات دعوة مستعجلة. الدعوة ترفع قبل المدعى عليه، أي المشهود ضده، ولا ترفع ضد الشاهد، وترفع الدعوة
في نطاق الاختصاص المكاني للمشهود ضده، وليس في نطاق الشاهد، في نطاق الاختصاص المكاني الذي يقيم فيه الشاهد، وإنما في نطاق الاختصاص المكاني للمشهود ضده. ترفع الدعوة هناك، ترفع الدعوة في نطاق الاختصاص المكاني لمحل أو لموطن المشهود ضده، ويتم إعلان المشهود ضده ويحضر المشهود ضده، ويتحقق القاضي من سبب الطلب بسماع شهادة الشاهد. وإذا تحقق للقاضي جدية الطلب، تحقق للقاضي جدية الطلب ووجاهة الأسباب التي قام عليها، يقرر أولا يصدر قرار قبول الطلب المستعجل بسماع شهادة الشاهد هناك، ويجب أن يكون هذا القرار مسبب ويتم تسبيبه في محضر الجلسة. وبعد أن يقرر هذا القاضي هذا القرار، يتم السماع لشهادة، يتم استدعاء الشاهد. يعني الشاهد ما يجي من أول الدعوة، الشاهد ما يجي من أول الدعوة، لا يتم استدعاء الشاهد إلا بعد أن يصدر قرار من القاضي بقبول الطلب وسماع شهادة الشاهد، ويقوم القاضي نفسه بسماع شهادة الشاهد. ما يتحولش الحكم على قسم التنفيذ، لا، ويقول بعد أن يصدر القرار حقه وفي جلسة كذا تم استدعاء الشاهد ويثبت بياناته ويقدم ويقوم بإثبات شهادة الشاهد كما شهد بها الشاهد، أو ينتقل هو إلى الشاهد إذا كان لا يستطيع الحضور إلى المحكمة، ينتقل إلى محل إقامة الشاهد ويسمع إلى شهادة الشاهد. ثم بعد ذلك يعطى للأطراف صور من المحضر الذي تم السماع فيه لشهادة الشاهد مع صور محضر الذي قررت فيه المحكمة قبول الطلب المستعجل أو الدعوة المستعجلة بسماع شهادة الشاهد. طبعا لا يجوز هنا المدعي عليه يقول أنا معي شاهد مناقض له، أنا معي شاهد يا قاضي، لا، أنا ما أخذ في الموضوع، هذا رفع عندي دعوة مستعجلة بسماع شهادة الشاهد لأن الشاهد حقه مقبل على الوفاة، وعاد ما رفعش الدعوة. لما يرفع الدعوة عليك وأنت معك شاهد يقول هذا الشاهد، قد يقول عند قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوة، لذلك ليس من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أن يسمع لرد أو دفوع أو شهادة تناقض شهادة الشاهد الذي رفعت الدعوة المستعجلة بقصد سماع شهادته. اعذرونا على أي تقصير يا إخوة، والله لو عندي إمكانية أجلس معكم كل الأيام، لكن الانشغال من جهة. طبعا أنا المقال الذي كتبناه لكم بشأن فن المرافعات، فن كتابة الدعاوى والمرافعات مع قليل من التعديلات، هذه نسخ لكم، وزعوها فيما بينكم. لو كان عندنا وقت سنستمر معكم، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نلقاكم في دورة قادمة بحسب الظروف، بحسب الإمكانيات، بحسب المتسع من الوقت. وسامحونا على أي تقصير، وسامحونا على أي سؤال لم نرد عليه، أو إذا كان لكم أي سؤال أو استفسار فيما يتعلق الأخت أشواق اللي طرحت لي السؤال، أنت ما قدرت أرد عليه في التلفون وكتبت لي الرد خلف الورقة. الشهادات حقكم يا أخوة، الشهادات حقكم. زياد عبد محمد، وزع الشهادات. زياد